think Nikki is going through something. Nikki? الأمانة بتتحقق بس التمن مرعب. فيلم الرعب اوبسيشن بيعلم على الكبار، والمركز الأول في القايمة بادئ بداية ساحقة. أهلا بيكم في تقرير البوكس أوفيس الأسبوعي. النهاردة أنا جمعت لك أقوى 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس الأسبوع ده. أنا مصطفى روبي ودي قناة رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدأ. رقم 10 بروجكت هيل ماري. في المركز العاشر وثابت بقوة بعد 10 أسابيع عرض كاملة، فيلم الخيال العلمي والمغامرة بروجكت هيل ماري. مدرس علوم بيصحى من النوم بيلاقي نفسه لوحده في مركبة فضائية، ومع رجوع ذاكرته بالتدريج بيكتشف انه في مهمة لإنقاذ الأرض والشمس من مادة مجهولة بتدمرهم، وبيكتشف ان الصداقة في الفضاء هي مفتاح الحل. الفيلم من بطولة راين جوسلينج، وحقق الأسبوع ده 2 مليون و700 ألف دولار عشان يوصل بإجمالي إيرادات تاريخي ومرعب 341 مليون دولار، وبتقييم عالي جدا 8.3 على موقع IMDb. الفيلم ده بقاله 2.5 شهر في السينمات ولسه بيحقق ملايين ومحافظ على مكانه في التوب 10، وده لوحده يعتبر إنجاز أسطوري، وتقييمه مخلي الفيلم ده يعيش في الصالات والناس لسه بتقطع تذاكر عشانه. You are the only scientist who might know what this says. Every star was infected by its neighbor except one. Why? We don't know. Which is why we built a ship to go there and find out. I'm just a teacher at Grover Cleveland Middle. You have a doctorate in molecular biology. رقم 9 ذا سوبر ماريو جالاكسي موفي. الانيميشن حاضر في المركز التاسع مع ماريو في اسبوع عرضه الثامن. ماريو بياخدنا في رحله للفضاء وبيستكشف عوالم كونيه ومواجهات مجنونه بعيد عن مملكته المشروم الكلاسيكيه. الفيلم محقق الاسبوع ده 3 مليون و200 الف دولار باجمالي ايرادات داخلي وصل ل 426 مليون دولار، وبتقييم 6.3 على موقع IMDb. رغم ان تقييمه مش عالي الا ان ارقام ماريو عاليه جدا، وال 426 مليون دولار محليا بيأكدوا انه شعبيه اللعبه جباره. الفيلم خلاص بيفنش رحلته بس بعد ما أمن مكانته كواحد من أنجح أفلام الأنيميشن تجاريا. رقم 8 I Love Boosters. في المركز الثامن ومن أول أسبوع عرض ليه معانا فيلم الجريمة والكوميديا I Love Boosters. القصة عن مجموعة من اللصوص المحترفين في سرقة المحلات بيقرروا يستهدفوا مصممة أزياء شهيرة ومغرورة جدا، وبيسرقوا هدومها البراند وبيعيدوا بيعها بأسعار رخيصة للناس في حركة هم مسمينها عمل خيري برؤية فاشون. الفيلم من إخراج بوتس رايلي وحقق الأسبوع الأول ليه 3 مليون و800 ألف دولار بإجمالي 6 مليون دولار وبتقييم 7.3. الفيلم نازل في سينمات محدودة وبتكلفة إنتاجية صغيرة، وإنه يدخل التوب 10 ويجيب 3 مليون و800 ألف دولار في أسبوع واحد تعتبر بداية معقولة لفيلم مستقل. وتقييمه بيقول إن الكوميديا والجريمة هنا مكتوبين بمزاج. The boosters take my clothes because they're low-class urban bitches. I call it triple F. Fashion, forward, philanthropy. I know how to spell philanthropy. Branding, though. In fashion, humanity is our canvas. But the Velvet Gang is reducing our margins. رقم 7 مورتال كومبات الجزء الثاني. الدموية والأكشن في المركز السابع مع فيلم الألعاب الشهير مورتال كومبات في أسبوع الثالث. أبطال اللعبة المحبوبين ومعاهم المرة دي النجم جوني كيدج بيدخلوا في معركة أخيرة ومصيرية لهزيمة الحاكم المظلم شو كان اللي بيهدد وجود كوكب الأرض بالكامل. الفيلم حقق الأسبوع ده 6 مليون و100 ألف دولار عشان يوصل بإجمالي إيرادات 76 مليون دولار وبتقييم 6.7. الفيلم رجع في القائمة في أسبوعه الثالث، وال76 مليون دولار رقم متواضع لفيلم أكشن مبني على لعبة ضخمة، وزي ما قلت الأسبوع اللي فات إنه محتاج يشد حيله بره أمريكا عشان يغطي مصاريف الإنتاج والجرافيكس. I'm not some champion. المركز السادس باسنجر.
الرعب بيدخل القائمة في المركز السادس ومن أول أسبوع عرض مع فيلم باسنجر. القصة عن زوجين شابين بيشوفوا حادثة طريق مرعبة وصعبة جدا، وبسرعة بيستوعبوا إن هم مشيوش من مكان الحادثة لوحدهم. في كيان شيطاني مرعب اسمه الراكب ركب معاهم ومش هيسيبهم ولا هيقف إلا لما يقضي عليهم هما الاتنين. الفيلم من إخراج أندري أوفريدال وحقق في أول أسبوع ليه 8 مليون و700 ألف دولار بإجمالي إيرادات 13 مليون دولار وبتقييم 5.6. الرقم ده يعتبر ضربة كويسة لفيلم رعب ميزانيته صغيرة في أول أسبوع، بس التقييم الصادم ممكن ينزل الفيلم في القائمة الأسبوع الجاي لأنه واضح إن السيناريو ما عجبش عشاق الرعب والنقاد. رقم 5 ذا شيب ديتكتيفز. في المركز الخامس وفي أسبوعه الثالث فيلم الكوميديا العائلية والغموض ذا شيب ديتكتيفز. راعي غنم بيقعد كل ليلة يقرأ قصص جرايم للخرفان بتوعه وهو فاكرهم مش فاهمين، ولما الراعي ده بيتقتل الخرفان بتستوعب المصيبة وبتبدأ تجمع قوتها عشان تحل لغز الجريمة دي بنفسها. الفيلم من بطولة أصوات هيو جاكمان وباتريك ستيوارت وحقق الأسبوع ده 9 مليون و200 ألف دولار بإجمالي إيرادات وصلت ل 50 مليون دولار وبتقييم 7.7. الفيلم ده عامل ضجة محترمة جدا مع العائلات والأطفال، ووصوله ل 50 مليون في 3 أسابيع بيوريك إن الفكرة المبتكرة والتقييم العالي قايمين بالواجب في شباك التذاكر. Are you coming for George? For George. And we have our motive. We need to look for clues. Stand back! I am, after all, a sheep detective. Officer Derry. I am George Hardy's lawyer. He wrote a will. In the nighttime stories, the people in the will are always the suspects. رقم 4 ذا ديفل ويرز برادا الجزء الثاني. في المركز الرابع فيلم الكوميديا والدراما المنتظر ذا ديفل ويرز برادا. في اسبوعه الرابع اندي ساكس بتجتمع من تاني مع الملكة ميراندا بريسلي وهما بيحاولوا يمشي كاريرهم وسط الانهيار العنيف اللي بيحصل لصحافة المجلات والطباعة التقليدية. الفيلم بيشهد عودة ميريل ستريب وأن هاثاواي وحقق الاسبوع ده 13 مليون دولار عشان يوصل بإجمالي إيرادات ممتازة عدت ال 203 مليون دولار وبتقييم 6.7. كسر حاجز ال 200 مليون دولار لفيلم دراما وكوميديا يعتبر نجاح ساحق بكل المقاييس. الحنين للماضي وقوة النجمات ميريل ستريب وأن هاثاواي وإيميلي بلانت خلوا الفيلم ده مكنة فلوس ما بتقفش في صالات العرض. You could write a book. The definitive Miranda Priestley expose. Going to the dinner. That's all. رقم 3 مايكل. ملك البوب بيتراجع للمركز الثالث بعد ما قعد على العرش أسابيع متتالية. فيلم السيرة الذاتية مايكل في أسبوعه الخامس. الفيلم بيستعرض الحياة المبكرة لأسطورة الموسيقى مايكل جاكسون من أول فرقة جاكسون 5 لحد ما طموحه خلاه يتحول لأكبر فنان ترفيهي في تاريخ الكوكب. الفيلم من بطولة جعفر جاكسون وحقق الأسبوع ده 21 مليون دولار عشان يوصل بإجمالي إيرادات داخلي مرعب قيمته 328 مليون دولار والتقييم 7.7. الفيلم في أسبوعه الخامس ولسه بيجيب 21 مليون دولار. أرقام مايكل بتثبت إن الظاهرة دي لسه حية وبتكتسح ومكملة في طريقها للمليار دولار عالميا بجدارة. You're beautiful. You're the greatest of all time. You know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning. رقم 2 اوبسيشن. الوصيف والمركز الثاني بيروحوا الفيلم الرعب والإثارة الساحق اوبسيشن في أسبوعه الثاني. القصة عن شاب رومانسي بائس بيكسر شجرة سحرية وغامضة عشان يكسب قلب البنت اللي بيحبها وأمنيته بتتحقق فعلا، بس بسرعة بيكتشف إن بعض الرغبات بتيجي بتمن سوداوي جدا. الفيلم حقق الأسبوع ده 24 مليون دولار بإجمالي إيرادات 78 مليون دولار وتقييمه ممتاز جدا 8.2 على موقع IMDb. الفيلم ده قنبلة الرعب السنة دي، وإنه يفضل محافظ على المركز الثاني ويجيب 24 مليون في تاني أسبوع ده بيأكد إن كلام الناس والتقييم العالي مخلين الجمهور مبهور بالرعب النفسي اللي فيه. It's weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating. Like, what? Is she okay? No.
رقم 1 ستار وورز ذا ماندلوريان اند جروجو. وفي القمه الاعصار والزلزال اللي دمر البوكس اوفيس في اول اسبوع عرض ليه فيلم ذا ماندلوريان، بعد ما كان مجرد صياد جوائز وحيد، الماندلوريان وتلميذه الصغير جروجو بيدخلوا في مغامره سينمائيه مذهله وجديده في عالم ستار وورز، والأول مرة على الشاشة الكبيرة ضد أعداء وظروف مستحيلة. الفيلم حقق في الأسبوع الأول والافتتاحي ليه رقم صاعق وهو 82 مليون دولار، وبإجمالي إيرادات وصلت ل 112 مليون دولار وبتقييم 7/10. افتتاحية فيلم ب 82 مليون دولار في أسبوع واحد، ده معناه إنه عشاق ديزني وستار وورز كانوا مشتاقين للفيلم ده وقلبوا الصالات حرفيا. الفيلم قاعد على القمة بجدارة ومسح الكل، ومتوقع إنه يفضل مسيطر لأسابيع قدام. ودي كانت نهاية الفيديو لترتيب شباك التذاكر والبوكس اوفيس الاسبوع ده. قول لي في التعليقات ايه الفيلم اللي ارقامه صدمتك، وافتتاحية ماندلوريان كنت متوقعها ولا لا. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اخبار البوكس اوفيس اول باول. اشوفكم على خير.